السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة إلياس رجي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنتكلم في موضوع شيق جدا، هو موضوع الصيام أو الرجيم المتقطع. طبعا ده موضوع بيشغل كل الناس، موضوع الرجيم عامة. في ناس بتعمل رجيم وما بتقدرش. طبعا الرجيم أول حاجة لازم يكون عندك عزيمة، تمام. تدور على الحاجات اللي ما تجوعكش، ماشي. ما تعليش الانسولين عندك. انا طبعا بتكلم، انا لا متخصص ولا دكتور، انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه في الصيام المتقطع، زائد المشي. مش صيام بس يعني، مش رجيم بس، زائد صيام زائد مشي. آه بتاكل في اليوم بس الفطار والغداء، العشاء ده بتنساه خالص من حياتك، تمام. بتاكل من 6 إلى 8 ساعات، دي الأكل. وباقي من 6 إلى 8 ساعات، وباقي حوالي 16 ساعة أو أكتر شوية صيام، تمام. بتصومهم خالص. بيبقى منهم فترة النوم، الثمان ساعات بتوع النوم وكده بالليل. وليكن بتفطر مثلا 8، تتغدى مثلا الساعة 4. من الغدا ده تفضل صايم لحد تاني يوم وقت ميعاد الفطار، تفضل على هذا التسلسل، تمام. وطبعا المية مسموح بها زيرو كالوري، ما فيهاش سعرات حرارية خالص، تمام. دي حاجة. ملهاش دعوة في وقت الصيام اشربها عادي، مفيش أي مشكلة، كتر منها جدا. خلي يومك أقل حاجة 3 لتر في اليوم، ما فيهاش أي ضرر طالما ما عندكش أي مشاكل صحية، مفيش أي مشكلة خالص، تمام. آه، أهم حاجة في فترة في الفطار والغداء، إيه الأكل اللي هتاكله؟ إيه الأكل اللي ممكن أكله وقت الفطار ووقت الغداء؟ طبعا أهم حاجة تركز على البروتين، وليكن مثلا تفطر ببيضتين 3، وممكن 4 للرجالة، 2 للإناث، و3 أو 4 للرجال، تمام. لو في شوية سلطة معاهم، مش عارف ايه كده، طماطم، خيار، حاجات ايه بسيطة برضه، ماشي. أهم حاجة تبطل موضوع العيش ده خالص. العيش ده، الخبز، سواء كان في الفطار أو في الغداء، بيعمل حاجة اسمها دهون حشوية عندك، ده اللي بيسبب في الكرش الكبير والأرداف والحاجات الكبيرة دي. فأول ما تبطله، أو من أول 15 يوم، هتلاقي فرق، هتلاقي كرشك ده نزل خالص، شفط خالص نهائيا، تمام. انا كرشي ما شاء الله ما عادش فيه كرش خالص، بطن خالص اهو، بسبب لغيت موضوع العيش ده. ممكن اكله مثلا في الوجبه المفتوحه مره في الاسبوع، افطر بيوم الجمعه مثلا، اليوم الفري عندي بالنسبه لي او كده، تمام. الغدا يبقى مثلا، وليكن مثلا ربع فرخه مع معلقتين رز. طبعا الرز مش مستحب قوي، بس طبعا العيش ده بص ممنوع خالص يعني، والحاجات الغازيه والمشروبات الغازيه دي كلها، تمام. كده تفضل على الفتره ديت. اول 15 يوم هتبدا تحس يعني. انا في رجيمي ماشي على هذا النظام، اكل ربع فرخه مع معلقتين 3 رز، تمام. كان في شويه سلطه، مفيش اللي هي كابوتشي او خس، تمام. آه، الفترة التانية باقية بقى مقضي يومي كله على المية. المية هي حل كويس جدا جدا، هتساعد في الرجيم وهتملى المعدة عندك، تمام. لو مشيت على الوضع ده هتخس بنسبة كبيرة جدا. زائد حاجة بقى المشي. تمشي لك حتى 5 كيلو في اليوم، سهلة جدا على فكرة. في الأول متعبة والله، عن تجربتي الشخصية. في الأول أنت مش قادر تمشي أصلا، مش قادر تاخد قرار المشي، تمام. طبعا في برامج كتير للمشي بتحسب لك الخطوات وسعراتك الحرارية وكم خطوة، كم كيلو مشيته بالمتر وكل حاجة. طبعا ده انا برضو بحمله عشان تعرف انت مشيت قد ايه، وتعرف يومك قد ايه، وتسجل فيه المية اللي شربتها والحاجات دي كلها. بتبقى انت ايه ماشي بسيستم كل يوم كده، وتوزن طبعا ميزانك كل اسبوع، ما توزنش كل يوم، تمام. توزن نفسك كل اسبوع بحيث تبقى انت ايه، آه عارف انت وصلت لايه. طبعا بتتشجع لما تلاقي نفسك نزلت كيلو 2 كيلو مش عارف ايه كده. المشي طبعا بيساعد في حرق الدهون جدا جدا. يعني انا شخصيا بمشي ما لا يقل عن 10 كيلو في اليوم، الصبح واخر اليوم. وفي ايام بوصل فيها 20 كيلو و18 كيلو. فده عشان توصل لهدف انت انت عاوز تحققه، تمام. كده وصلت لنهاية الفيديو.
في لو في اي استفسار بخصوص اللي شرحته كله، او في تجربتي الشخصيه ديت، اكتبوا لي في التعليقات. ولو حد محتاج رقم الواتس يطلبه، اكتبه له برضه، مفيش اي مشكله. يسالني على اي حاجه، على اي اكل معين كويس في الرجيم ولا لا، مضر ولا لا، نافع للرجيم ولا لا، انا تحت امركم. فضلا وليس امر الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.